من يوم ما اتجوزت واحنا عيشتنا صعبة جدا، وطبعا لان الدنيا غالية والمصاريف كتير على جوزي اضطريت ان انا افتح محل ابيع فيه ملابس وجهاز للعرايس. وعلشان انا شاطرة ومن وانا صغيرة بحب التجارة زي بابا، الموضوع مشي معايا وبقى عندي بدل المحل محلين. وطبعا علشان انا بنت بلد كنت ببيع للناس بالشقق، ومعنى كلمة شقق عندنا في مصر ان الناس بتدفع مقدمة بسيطة وكل شهر بيدوني مبلغ من حق الحاجة اللي خدوها. في يوم اخت جوزي جات لي وقالت لي بقول لك ايه، انت عارفه ان بنتي اتخطبت وانا معيش فلوس اجهز البيت، هاخد من عندك كل حاجه وهديكي كل اول شهر مبلغ كويس. رحت قلت لجوزي اختك بتقول لي انها عايزه تاخد حاجات كتير جدا ومش هتدفع مقدمه ومش عاوزاني اكتب عليها وصولات. قال لي انت اتجننتي عايزه تكتبي وصولات على اختي؟ قلت له يا عم بالراحه علينا، انا مش هكتبها وصولات، بس الفلوس اللي هي هتاخد بيها الحاجه امان عندك. تاني يوم جابت عربيه وخدت الحاجه. مرت السنين والبنت اتجوزت وما ادتنيش ولا جنيه من فلوس الحاجه، وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، يا ريت تساعدوني. من يوم ما اتجوزت وانا مقتنعه اقتناع تام ان البعيد حبيب، وطبعا لاني كنت اسمع قبل الجواز ان حماتي شديده وبناتها زيها، حبيت ان انا اقتصر وما اروح لهاش خالص غير مره في الاسبوع زي بناتها. الموضوع ده مضايق حماتي جدا، خصوصا انها ما عندهاش غير ابن ولد واحد. بس انا بيني وبينكم كده عامله نفسي عبيطه وبروح زي بناتها. بصراحه اليوم اللي بروح فيه بغسل لها وبطبخ لها وبعمل لها كل اللي هي عاوزاه، بس انا مش ملزومه ان اروح لها بقيه الايام، خصوصا ان اليوم اللي بروح فيه بناتها بيرموها عليا وما بيعملوش اي حاجه غير ان هم ياكلوا ويشربوا وبس. بصراحه انا قلت عادي مش مشكله، ما جاتش على يوم والدنيا كانت ماشيه بالزق. لكن مؤخرا جوزي كلمني وقال لي بقول لك ايه، امي كلمتني وعايزاكي تروحي تخدميها. قلت له لو فتحت الموضوع ده معايا تاني انا هسيب لك البيت وامشي. انا قبل ما ادخل بيتك اتفقت معاكي اني عمري ما هروح لمامتك، خصوصا ان انت عارف كويس ان مامتك ما بتطقنيش ولا هي ولا اخواتك، واليوم اللي بروح فيه بيطلع عيني في الخدمه. زعل مني وقال لي انت ما بتحبنيش، امي زعلانه مني بسببك، يا ريت تفكري في الموضوع لاني بجد مش هقدر ازعل امي اكتر من كده. انا متجوزه بقالي سنه من يوم ما اتجوزت وحماتي ما بتطقنيش، مع اني كويسه معاها وبحاول ان انا اقرب منها علشان تحبني، لان انا يتيمه من زمان قوي وكان نفسي حماتي تكون ام ليا. من كام يوم كلمت جوزي وقلت له انا عملت كل حاجه علشان امك تحبني، وبرغم اني بحاول هي مش مدياني فرصه. قال لي اكيد انت عملت لها حاجه، حاولي معاها، امي طيبه وقلبها ابيض. قلت له ماشي ربنا يسهل. خرجت تاني يوم رحت السوق واشتريت لها هديه حلوه قوي. اول ما اديت لها الهديه بصت لي وضحكت، قلت بيني وبين نفسي يا اخيرا رضيت عني. ما اتكلمتش ودخلت المطبخ عملت الاكل وجهزت كل حاجه، وطبعا سلفتي نزلت بعد الظهر كالعاده. اصل نسيت اقول لكم ان حماتي بتحبها اكتر مني، بمعنى اصح دي ست الهانم بتاعه البيت، تاكل وتشرب على الجاهز. وانا خارجه من المطبخ لقيت حماتي بتديلها الهديه وبتقول لها خدي حلال عليكي. مش قادره اوصف لكم كميه الوجع، هي بتعاملني كده ليه؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعمل معايا كده. ومشكلتي الاكبر اني لما بشتكي لجوزي بيجي عليا علشان امه. يا ريت تساعدوني. حصل لي موقف يوم الدخلة مش قادرة انساه لحد النهاردة. عندنا في الأرياف لما بيكون عند حد فرح كل القرايب بيجوا بيباتوا عند صاحب الفرح، وطبعا قرايب جوزي كانوا كتير جدا، وطبعا بيجوا قبل الفرح بشهر أو شهرين يهيصوا ويجهزوا الأكل ويروقوا الشقة. وطبعا في فترة التجهيزات هما كانوا بيباتوا في شقتي، وأنا ما كنتش أعرف إن هما بيباتوا في الشقة. وطبعا مرت الأيام وجي يوم الدخلة، هيصنا وانبسطنا وجه ميعاد اننا ندخل الشقة. لكن وقفت من الصدمة لما لقيت اهل جوزي طالعين علشان يناموا في الشقة. قلت لجوزي هم رايحين فين؟ قال لي معلش هيباتوا بس لحد الصبح. من الصدمة لساني اتربط. دخلت اوضه النوم وقفلت الباب عليا. جوزي خبط وقال لي افتحي لي، قلت له لا ابات مع اهلك. وكنت متعصبة جدا بصراحة. كل اللي في البيت قعدوا يتريقوا عليا وقالوا عليا كلام وحش كتير، بس انا ما همنيش حد. تاني يوم خدوا بعضهم ومشيوا، وانا اتفاجئت ان في حاجات كتير ناقصه من الشقه ولحد النهارده مش ناسيه اللي حصل. انا متجوزه بقالي 8 سنين، كان عندي شويه مشاكل تمنع الخلفه، وطبعا فضلت اتعالج فتره طويله جدا، لكن ربنا ما ارادش اني اخلف. حماتي طبعا ما كانش عاجبها الوضع ده خالص، وكانت بتستنى اليوم اللي بروح فيه عند اهلي وتخلي جوزي يطلع مقابلات، مره مع بنت صاحبتها ومره مع بنت الجيران، ومرات تانية كتير عرفتها مؤخرا. اللي زعلني مش ان حماتي بتدور لابنها على عروسة عشان يخلف، اللي زعلني ان حب عمري سمع كلامنا وفكر في يوم من الايام انه ممكن يكون مع واحدة غيري. اول ما عرفت ما قدرتش اصبر وواجهته. قلت له لو انت اللي كنت مريض كنت انا سبتك؟ قال لي اكيد اه. قلت له يبقى انت ما بتحبنيش. قال لي ليه بتقولي كده؟ قلت له علشان اللي بيحب حد بيبقى عارف هو بيفكر في ايه. فضل يقول لي حقك عليا وما تزعليش مني، بس انا كنت قفلت من ناحيته. وانا خارجه اغمى عليا، شالوني وودوني المستشفى واكتشفت اني حامل، وحاليا انا عند ماما ورافضه اني اروح.